بما ان الفيديو ده طلع لك فده معناه انك مهتم بالسوق العقاري في مصر. انا محمد الحاوي وجاي ابين لك ازاي تستثمر فلوسك صح في العقارات. لازم تبقى عارف ان الوحدات العقاريه 4 انواع: تجاري واداري وسكني وطبي. خلينا عارفين ومتاكدين ان دايما في ميزه مشتركه ما بينهم، ان قيمتهم دايما فيهم ومكسبهم بيزيد. لو انت بتدور على استثمار او مكان تحط فيه فلوسك عشان يجيلك عائد كويس، اكيد احنا كلامنا هيكون على مكاتب اداريه او محلات تجاريه. اما طبعا لو بندور على شقه عشان تمتلكها وتستثمر فيها من حيث انك تاجرها، فالافضل ليك انك تمتلك مكتب اداري او محل تجاري، لان العائد من الاستثمار بتاعهم اقوى والطلب عليهم بيزيد، بالذات لو كان عندك مكتب او محل في لوكيشن كويس. اما طبعا لو بندور على شقه عشان نسكن فيها، فده طبعا انا هعرف اساعدك فيه كويس جدا، سواء مستعجل على الاستلام او ممكن ننتظر سنه او سنتين او 3. علشان تضمن انك تكسب من وحده تجاريه صح، لازم تكون متاكد انك في مكان حيوي وفيه رجل وفيه ناس. لو ما كانش دلوقتي يبقى قدام. لازم تتاكد ان المكان ده معمول له خطه تسويقيه صحيحه هتجيب لك عائد مرضي بالنسبه لك وبالنسبه للمبلغ اللي انت حطيته في العقار ده. ولازم تتاكد انك وقت ما هتشغل العقار بتاعك، سواء كان محل تجاري او مكتب اداري، ان يكون واصل لها كل الخدمات والمرافق اللي تحتاجها عشان تشتغل بكفاءه عاليه ايا كان النشاط التجاري ايه. يعني مش هينفع مثلا تبقى ناوي تشتري وحده تعملها مطعم او كافيه في حته مثلا صحراء او مش واصل لها ميه او كهرباء. طب على اساس ايه هتحدد نوع الوحده اللي انت عايز تمتلكها؟ هنا بيجي دور سنتشري انفستمنتس، وكمستشارين عقاريين هنعرف نوجهك صح على حسب البادجت اللي انت هتحددها والهدف من امتلاك الوحده دي، سواء كسكن او استثمار. ولو عندك اي اسئله في العقارات او بتفكر تستثمر فلوسك في العقارات، انا معاك، انا واي حد في سنتشري انفستمنتس. بس اكتب لنا استفسارك في كومنت او ابعت لنا رساله واحنا هنرد عليك على طول.